طيب هنجاوب على شوية أسئلة كده جات لنا على صفحاتنا على السوشيال ميديا. أول سؤال كان جاي كومنت على فيديو إحنا كنا عاملينه عن شخص عايش بالبواسير بقاله 15 سنة. ففي حد من المتابعين كتب: والله أنا عايش بقالي أكتر من 25 سنة بالبواسير الداخلية. وطبعا ده مش صح خالص يعني. في ناس بتفضل متعايشة مع الألم، متعايشة مع النزيف، متعايشة مع الأعراض، جودة حياتها مش كويسة، فبالتالي ممكن يحصل مضاعفات. الإجراء اللي كان ممكن يتم لحضرتك من 15 سنين ممكن دلوقتي ما ينفعش مع حضرتك، فنضطر الإجراءات أشد شوية، بتحتاج فترات نقاهة أطول، بتكلف حضرتك أكتر. فلو حضرتك عندك البواسير وفيها أعراض شديدة يفضل إن أنت تعمل العملية على طول، ما تستناش عليها الفترة الطويلة دي. في سؤال تاني بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور، بعد إذنك أنا ابني عنده 4 سنين ولما يجي يعمل حمام بيوطي جامد عشان يعمل حمام، وبعد بيقعد باليومين علشان يعمل حمام. وطبعا لازم تعرض ابنك الأول على دكتور أطفال ودكتور جراحة أطفال. في سؤال تاني بيقول: السلام عليكم يا دكتور، أنا لما بعمل حمام بينزل دم لكن مفيش آثار تعب ولا حاجة. طيب نزول الدم علامة خطيرة، نزول الدم من فتحة الشرج علامة خطيرة ما ينفعش تهملها، لازم تكشف، توجه فورا لدكتور جراحة الشرج والمستقيم يفحصك. لو مفيش سبب محدد أو سبب واضح لنزول الدم من فتحة الشرج لازم تعمل منظار قولون. طيب في سؤال تاني بيقول: السلام عليكم يا دكتور، انا سويت عمليه في مومباي الحمد لله والشكر لله، البواسير شفت منها بس عندي امساك، ايش الحل لو سمحت؟ لازم نحدد سبب الامساك. هل الامساك اللي عندك امساك مزمن ولا امساك وظيفي؟ هل حضرتك بتقعد بالكذا يوم ما بيجيلكش شعور دخول الحمام اساسا، ولا عندك شعور ورغبه بدخول الحمام بس عندك صعوبه في الاخراج؟ فلازم نحدد السبب علشان نعرف الحل لمشكله حضرتك. في سؤال تاني بيقول: السلام عليكم يا دكتور، انا اول مره يجي لي تعب البواسير، هل ليها علاج ولا لازم جراحه؟ لا، لو جالك لسه جاي لك الوجع او التعب من البواسير لازم تكشف فورا، علشان ممكن الموضوع يبقى بسيط وبشويه ادويه وكريمات، شويه تعليمات الدكتور بيقولها لك الامور بتتحسن جدا جدا. طيب في سؤال تاني بيقول: يا دكتور، اللي عمل عمليه تدبيس المستقيم وبعدها كان في وجع وانتفاخ وعدم دخول الحمام لمده 4 أيام والاحساس بعدم التفريغ الكامل، ايه السبب؟ لا، لازم ترجع للدكتور اللي عمل لك العمليه علشان يشوف ايه المشكله اللي عند حضرتك. هل في تليفات موجوده فمضيقه فتحه الشرج؟ هل محتاج جلسات علاج طبيعي بعد العمليه؟ لان عمليه تدبيس المستقيم لوحدها ممكن ما تبقاش كافيه، فمحتاج جلسات علاج طبيعي لتقويه عضلات الحوض علشان عمليه الاخراج تنتظم. هل حضرتك ملتزم بتعليمات الاكل والشرب وممارسه الرياضه الخفيفه ولا لا؟ في سؤال تاني بيقول: انا غبت والله بتاع 7 سنين، بواسير درجه 4 وبتنزف ومعاها شرخ، كنت بتهان لحد ما عملت العمليه جراحه بس الحمد لله دلوقتي. طيب تمام، الحمد لله، الحمد لله على سلامتك. اهم حاجه زي ما قلنا وزي ما بنقول دايما عدم الاهمال، ان احنا ما ناخرش العلاج. المشكله ظهرت عندنا نكشف فورا ونتعالج، زي ما دايما بنقول ان العلاج في اول المراحل بيكون علاج سهل وبسيط. اشوفكم دايما بصحه وعافيه.